السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زلنا بقى مستمرين في ملف المخبوزات بتاعتنا الروعة اللي بإذن الله كده، والحمد لله ما شاء الله كله ناجح كده بدعمكم وبفضل الله علي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حاجة كده بسم الله ما شاء الله. هنعمل النهاردة خبز البيضة التركي بأسهل الطرق وبتكات كده ايه بتاعتنا، يعني شوية إضافات بتاعتنا كده. يا رب النهاردة الوصفة تنول رضاكم. نتابع الفيديو للأخير وما ننساش نحط اللايك بتاعنا، أهم حاجة اللايك، ونسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونشوف بقى هنعمل المخبوزات التحفة بتاعتنا دي ازاي. دول 2 كيلو من الدقيق، تقدري تعملي كيلو، تقدري تعملي نص كيلو. اول حاجه جبت الدقيق بتاعي ونخلته كويس جدا، حطيت معلقه حلوه كده من الملح، معلقه من بتاعه الاكل بس ما تكونش مليانه. حطيت كمان معلقه برضو كبيره من البيكنج باودر، وقلبتهم مع بعض كده، او ممكن تدخليهم نخله كمان. جبنا بوله صغيره حطينا فيها كوبايتين من الميه الدافيه. الميه الدافيه مهمه جدا، اوعي تحطي ميه سخنه مغليه علشان ما تقتلش الخميره بتاعتك معاكي. هحط لكل كيلو من الدقيق 4 معالق سكر. مش كتير يا نجلاء؟ لا مش كتير. السكر ده هيخلي العجينة بتاعتك طرية، هيخليها هشة في نفس الوقت. لو ما لمعتيهاش من على الوش هتحمر وهتبقى زي الفل معاكي. حطيت لكل كيلو من الدقيق معلقة كبيرة مليانة خميرة فورية. ان شاء الله هكتب لك المكونات بتاعتك في صندوق الوصف بالكوباية وبالجرام. الكوباية تقريبا عاملة 200 جرام، والمعلقة عاملة 8 جرام. هحط كمان معلقتين 2 كبار من الخل، يبقى كل كيلو خد معايا معلقة من الخل. قلب كويس بقى الحاجات دي كلها مع بعضها كده، السكر والمية والخميرة والخل، والمية تكون دافية لغاية ما السكر يدوب معايا خالص. وهقعد بقى شوية كده، لو يعني مثلا لو المعلقة هغسلها او الكوباية او كده، وارجع لهم بقى الاقيهم فاروا معايا واتفعلوا. بعد ما فاروا معايا واتفعلوا زي ما حضراتكم شايفين كده، ننزل عليهم بالدقيق. معايا كمان بولة تانية مليانة مية. المية دي كل بولة من دول فيها كوبايتين 2 من المية. خد معانا قد ايه؟ هقولك دلوقتي. كوباية مليانة من الزيت، يبقى حطينا الأول 4 كوبايات من المية، كوباية مليانة من الزيت، والخميرة والسكر والبيكنج باودر والملح كله على بعضه زي ما حضراتكم شايفين كده. ويلا نعجن بقى معانا بقى. طيب كل كيلو معايا من الدقيق ده هياخد معايا مواد سايلة او مية قد ايه يا نجلاء؟ هياخد معاكي من كوبايتين ونص ل3 كوبايات الا ربع. انا بقى واخده الميه وبحط شويه بشويه. ما ينفعش ان احنا ننزل بالثلاث كوبايات الا ربع مره واحده. ما ينفعش انزل بالكوبايتين ونص مره واحده، لا. انا هنزل بالكوبايتين بس اللي هو على قد الكيلو، وابتدي انزل بقيه الميه شقشاق شقشاق. شايفه بقى انا بلوك العجين بتوه الدقيق في الميه ازاي؟ بنتوه بقى كله في بعضه كده. والميه الدافيه جنبي باخد منها شويه بشويه لغايه ما تتلم معايا وتتعجن معايا. حلو جدا العيش ده يا جماعة، او الخبز ده، خبز البيضة التركي، عاملينه بأيادي مصرية وبتكات مصرية كده، يعني ايه شوية حاجات مصر كده. بس احنا خدنا الفكرة ونفذناها زي ما حضراتكم شايفين كده. بعجن بقى كده، وبعد ما الدقيق بتاعي اتلم ببتدي اجيب بقى بولة كده فيها معلقتين 3 من المية، ولت العجينة. يعني ايه تلتي العجينة يا نجلاء؟ طبعا العجينة دي كبيرة ان انا اعملها على الرخامة. انا الصراحة ما قدرتش ان انا احطها على الرخامة واعجنها، فسبتها في الطبق ده كبير شوية. وابتديت ان انا اديها بقى زي ما حضراتكم شايفين كده لغاية ما نعمت خالص. وكل ما مط فيها لقاها بتنقطع اعجنها تاني. ببل ايديا وافضل اعجن 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 لغاية ما تنعم خالص معايا. طبعا انا قصيرة والرخامة عالية شوية عليا فبتغلبني شوية. ساعات بقى باخدها كده واقعد بيها في الارض، وامسكها بقى كده ايه ادعكها لغايه ما تقول خلاص ما شاء الله تطرى، وتدور معايا وتبصوا تلاقيها نعمت ما بتبقاش مجعده. بعد ما خلصت كده جبت نقطه من الزيت وغلفت معايا العجين. وده كيس نايلون، اي كيس نايلون عندك، او الاسترتش الغذائي بتاعنا. وابتدي ان انا اغطيه، وغطيها بقى كده بفوطين 3 4. لو عايزاها تخمر بسرعه هقولك دلوقتي تعملي فيها ايه. بعد ما غطيتها رحت جبت صينيه او طبق اكبر منها، بوله اكبر منها، وحطيت فيها من الكاتل بتاعي او من الغلايه بتاعت الشاي شويه ميه دافين. اوعي تكون ميه سخنه هتسوي العجينه معاك. لا، صينيه اهي كبيره وحطيت فيها شويه ميه دافين. ورحت اشوف بقى كده العجينه بتاعت اللهم بارك، اظن انتوا شايفينها قبل التخمير، وده كده بعد التخمير. شوفي بقى كده اهو ما شاء الله
بقرب لك الكاميرا عشان تاخدي بالك، خمرت خالص. هغطيها بقى كده واشيلها واحطها على فوطة على طول. ليه بقى؟ عشان حمام المية الدافية بتاعنا اهو خمرت على طول، عشان حمام المية الدافية. طول ما احنا شغالين بقى كده ايه، ما ننساش الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا بذكر الله تطمئن القلوب. اذكروا الله كده، ربنا يغرس لنا غرس في الجنة. ربنا يا رب يوسع علينا جميعا ويرحمنا برحمته الواسعة، اللهم امين. بقرص بقى العجينة. يعني ايه اقرص العجينة؟ ان احنا نقطع العجينة. الرغيفة بقى احنا هنعمل عيش، مش نعمل قرص ولا كلام من ده. فتقدري تعملي حجم الرغيف بتاعك 100 جرام، تقدري تعمليه 70 جرام، 80 جرام، 120 جرام لو هتعمليه كبير قوي في صينية واسعة شوية. احنا بقى عملناه مثلا ايه مقاس ما شاء الله عملته تقريبا 80 جرام وكان حلو جدا. وفي بقى صغير شوية، بقيت اصغر شوية اكبر شوية، مانيش عايزاه كله قد بعضه، عايزة احجام متفاوتة. تمام. شفتوا بقى التقريصة سهلة جدا وبسيطة. طب انا ما بعرفش اقرص يا نجلاء، تقدري تاخدي العجينة بقى قطعة منها كده على الرخامة وتبرميها رول وتقطعيها بالمقطع او بالسكينة او اي قطاع عندك. تبرمي كده رول وتقطعيها تقطيع كده، وبعد كده تنعمي. طبعا انا بقرصها كده زي العيش بتاعنا، وبتطلع بقى مساوية ومدورة زي ما حضراتكم شايفين على طول كده. بقوم جاية ابصاها بصبعين الاتنين الكبار دول، وتبصي تلاقيها طلعت ما شاء الله مدورة. هكمل بقى اخلص التقريص ده كله، بعد ما اقرصه لازم نغطيه ونسيبه يرتاح. تمام كده. ما بين كل خطوة وخطوة سيبي العجينة بتاعتك ترتاح هتريحك. جبت بقى كده اللهم صل على النبي، بعد ما ريحت بقى كده العجينة وغطيتها زي ما حضراتكم شايفين كده، هسيبها ترتاح شوية. المرحلة دي مهمة جدا يا جماعة، علشان لما تيجي تشتغلي في العيش بتاعك او المخبوزات بتاعتك ما تمطش معاكي زي الاستك. العجينة بتاعتي ارتاحت ما شاء الله اهو. جيت اشوفها اغرز ايدي كده الاقيها ايه ما رفعتش تاني معايا، اعرف ان هي خلاص ارتاحت. بجيب الصواني بتاعتي امسحها والصاجات اللي انا هشتغل عليها اهوت. انا هخيرك دلوقتي اقولك تعملي ايه. جبت الصاجات، مسحه من الزيت، ما تسكرش بمنديل او ما تحطيش حاجه علشان الزيت ما يحرقش المخبوزات بتاعتك. بحاجه بسيطه جدا بأمارة كده. رُحت بقى جِبت كده السِّجان، مسحتها كلّها بمنديل كده، وقُمت جاية بقى أرُص فيها زي ما حضراتكم شايفين كده العيش بتاعنا، وهو متقرّص عادي، ما بطّطتوش ولا أي حاجة. جِبته بقى كده وأنا معايا إيه، معلقة من الزيت كده في بولة صغيّرة، ويا دوب بادهن إيديّا خفيف، علشان ما أحطّش دقيق تاني والعجينة تنشف، لإن العجينة بتاعتي فيها تلزيقة خفيفة وطريّة ما شاء الله. إحنا مش عايزين العجينة بتاعتنا يابسة وتقيلة، لأ، إحنا عايزين عجينة مفتوحة وعايزينها طرية وخفيفة، عشان العيش بتاعي يطلع هش وزي الفل زي ما حضراتكم شفتوه في أول الفيديو. عملوا معايا قد إيه يا نجلاء؟ عملوا معايا تقريبًا 5 صواني وصاج كبير زي ما أنتم شايفين كده. أنا بالِمّه بقى كله أهو زي ما حضراتكم شايفين وأرصه. عايزة تعمليه نُص تبطيطة على الرخامة وتحطيه تمام، عايزة تحطيه زي ما أنا عملته كده اعمليه. أنا طبعًا هارصه في الصواني وهاسيبه يرتاح. تاني يا نجلاء تسيبيه يرتاح؟ أيوه. طبعًا أنتِ بتعملي مش هنعمل كل يوم وأنا عاملة كمية كبيرة. رصيته في الصواني وسِبته يرتاح، مثلًا هتصلّي العصر، هتصلّي المغرب، شوفي أنتِ تكوني عاملة إمتى أو عاجنة إمتى. المهم إن أنتِ تسيبيه يرتاح ما بين فترة وفترة بتاع إيه 10 دقايق، ربع ساعة، زي ما حضرتك شايفة كده. بعد ما ارتاح معايا بقى كده، وأنا طبعًا لازم تغطّيه بالأكياس النايلون دي. ما ينفعش إن أنتِ تغطّي فوط على طول أو قماش على طول، لأ، لازم الأكياس دي، لإن الأكياس دي بتدّي عرقان كده، تحسّي إن هي إيه، المخبوزات بتاعتِك طرية وأنتِ لسه مشكّلاها. إنّما لو حطّيتِ فوطة أو قطعة قماش كده، هتبُصّي تلاقي الوش قشِّف ونشف معاكِ. الكيس بيحافظ على طراوتها. أبتدي بقى أدوّر كده وهو معايا في قلب الصاجات، وأخلّي السُمك بتاعِك نُص سنتي زي ما حضرتِك شايفة كده، لإنه لسه هيرتفع وهيدّيني حجم ما شاء الله كبير. باساوي كده على قد ما تقدري، اعمليها دواير، اعمليه دايرة مدوّر. عايزة تعمليه مربع براحتك، عايزة تعمليه مستطيل مطوِل كده زي الكوماك براحتك برضه. أنا عملته كُلّه دواير زي ما حضراتكم شايفين كده أهو، وبابقى دهنة إيديّا مرّة واحدة من الزيت. يعني إيديّا أنا ما دهنتها مرّة واحدة في الأول، بعد كده ما دهنتهاش خالص. طب لو ما لقيتهاش مدوّرة معاكِ وبتمُط معاكِ، هتسيبيها عقبال ما تعملي بقية الصاجات وترجعي لها، هتلاقيها بتتفرد معاكِ بكل سهولة. بتبقى بس معندة شوية عايزة ترتاح.
اخلص الكمية كلها بنفس الطريقة اللي حضراتكم شايفين كده. اعمل الصواني كلها دواير دواير مدورة، عيش مدور كده اللهم بارك، وادير الصاج كده واظبط العيش بتاعي يطلع مدور. وما تخلي بالك يبقى مثلا ايه، من جوه لبره من جوه لبره، مش مثلا ترققيه قوي من جوه يبقى رقيق كده وقلبه مقطوع والحروف ناشفة، لا احنا عايزينه حجم نص سنتي. شوفي باشيله ازاي بكل سهولة، مش هيتقطع ولا هيجراله اي حاجة معاكي، طالما انت مريحة العيش معاكي والمخبوزات بتاعك مرتاح. عملت الصاج، هرجع بقى اعمل الصينية بنفس الطريقة. نخلص الكمية كلها بنفس الطريقة ديت ونغطيها. تغطيها تاني يا نجلاء؟ ايوه، دي مرحلة بقى لازم نغطيها ونريحها عشان يطلع ناجح معاكي. انما انتي لو عملتيه مثلا، انا هقولك ايه، ما تريحوش وافردي على طول، مش هيتفرد معاكي، هيبقى عامل بيمط معاكي كده زي الاستك كده. لازم العجينة ترتاح. ممكن ان انا اقولك ان انا ما ريحتش العجين، اشتغلت ورا بعض ورا بعض ورا بعضه، بس طبعا هتيجي تعمليه مش هيطلع زي اللي انا عاملاه. فإن شاء الله اتبعي الخطوات وتابعوا معايا الفيديو للأخير كده. ولو وصلتي معايا لغاية هنا ما تنسنيش من اللايك، كومنت حلو كده من ايديك الحلوة، دعوة حلوة كده من قلوبكم. ربنا يا رب يسعد أيامكم كلها، اللهم آمين. شوفوا بقى كده ما شاء الله شكله حلو خالص. هنروح بقى نعمل معانا سائل التلميع واقولك ايه البدايل اللي تقدري تعمليه. جبت بولة كده حطيت فيها نص كوباية من الحليب وحطيت صفار بيضة. هحط كمان ظرف من الفانيليا ومعلقة من السكر ومعلقة من الخل، وروبيه بقى ربيه كله في بعضه كده. البيضة يستحسن انت كنت سايباها بره التلاجة عشان تدوب بسرعة. تمام، وده كمان اهيت معلقة من الخل، وهحط ظرف من الفانيليا، وانا كنت حاطه نص معلقة من السكر. طب انا بقى لو ما بحبش البيض اقدر احط حليب وقهوة سريعة الذوبان. طب لو ما بحبش مثلا مش عايزه احط قهوة او ما عنديش حليب، هتحطي مية بسكر. هتجيبي كوباية، تعملي كوباية مية بسكر تقيلة شوية، يعني بتاع 3 4 معالق سكر على كوباية مية، وتحطيهم في بخاخة وتبخي المخبوزات بتاعتك. رحت بقى كده اشوف، لقيت المخبوزات بتاعتي بسم الله ما شاء الله اختمرت واترفعت معايا بقى. هاجي بقى بصوابعي كده واعمل اي خطوط فيها، اي نغزات فيها كده، مش عايزينها تقب زي القرصة، لا احنا عايزين نعمل العيش الخبز البيضة التركي. انا كنت عملته قبل كده في القناة في الاول خالص، بس اللهم بارك كنت عاملة الرغيف حجم الصينية مقاس 32 و2 و34، كان ما شاء الله ياكل عيلة كبير خالص كده. وكنت مقطعاه قطع مكعبات كده. فانا قلت بقى كده اللي ياخد واحد كده يشبع كده ويكفيه. ده قولي مثلا الرغيف ده مقاس 24، مقاس 22، مقاس 26، يعني انا عاملاه ايه بالتفاوت كده بصوابعي كده، واعمل اشكال اي اشكال بحيث ان هو ما يقبش معاكي. تمام، حاجه كده بسم الله ما شاء الله روعه. جربيه وان شاء الله مش هتندمي. ولا بصي ريحته، هتشمي ريحته كده تقولي ده جاي من بره معمول في المخابز. قربت لكم بقى كده وريت لكم ان انا عملت بصوابعي ايه. وهجيب بقى البيضه بتاعتي كده والحليب وادهن بقى. ادهني بقى كده ما تستخسريش، واعملي الحروف كلها وادهنيها كلها على بعضها ما شاء الله. عندك بقى كده شويه زعتر تحطيهم، عندك شويه حبه البركه، شويه سمسم، شويه بذر كتان، ايا كان انت بتحبي ايه. انا حطيت بقى شوية سمسم. طبعا كل ما ترتفع تحاولي ان انتي تدوسي على الصوابع اللي انتي عاملاها دي تاني من اول وجديد، لان هي طبعا على بال ما تدخلها الفرن ونطلع نخبزها هترتفع كمان. كمان جالي حد من ضيوفي فركنته شوية بقى العجين اختمر بزيادة وزاد حسن وجمال كده. كل ما بيختمر معاكي كل ما بيزيد حسن وجمال. بعد ما بتخلصي الدهن بتاع الوش بتاعه بترشيه بقى كده بشوية سمسم وحبة البركة او اي حاجة عندك انتي حباها. وبعد كده ندخله بقى نطلعه بقى كده عند الفرن بقى هنشتغل، ونسيبه يرتاح. تسيبيه يرتاح قد ايه؟ لو في الصيف هتسيبيه يرتاح بتاع ربع ساعة تلت ساعة، لو في الشتاء هتسيبيه بتاع ساعتين، لان طبعا الجو بيبقى بارد والخميرة ما بتفرش معايا ولا بتتفاعل معايا. شايفة ازاي انا بعيد عليه تاني حتى بعد ما دهنته. وهروح بقى اجيب بقى شوية سمسم وحبة البركة اهو. طبعا ريحتها قوي حلوة قوي حبة البركة، وبتملى بقى الدنيا كده ريحة جميلة ما شاء الله. يا رب الوصفة النهاردة تكون تعجبكم وجربوها، بس اعملوها بنفس الخطوات وإن شاء الله هتطلع معاكم أحلى من اللي أنا عاملاها كمان. تسلم إيديكم وعينيكم مقدما. خلصت الكمية كلها زي ما حضراتكم شايفين، ودهنت الوش وعملت كل حاجة وخلصت.
في المرحلة دي تقدري بقى ما تغطّيهوش، مش هيحتاج إن هو يتغطّى، لإنه مدهون. وهاروح بقى كده شوفي عامل لِك كمية كبيرة بسم الله ما شاء الله إزاي، وبيخمر بقى كل شوية تبُصّي تلاقيه ارتفع وعِلى. باجي بقى أعيد عليه تاني كده زي ما حضراتكم شايفين، كل أمّا أحس إن العلامات اللي أنا عاملاها بتروح، بارجع أعيد عليها تاني عشان لمّا آجي أدخّله الفرن. هنخبز على درجة حرارة 200. الفرن بتاعنا الغاز العادي البلدي بتاعنا على درجة حرارة 200. الفرن باسخّنه أوي وبعد كده باهدّي عليه النار شوية. طيب لو خَد منّي لون من الأرضية ومن فوق لسه، بيبقى عندي صاج قديم كده باحطّه تحت وارفعه عن قاعدة الفرن. أي صينية عندِك أو صينية بيتزا بتحطّيها تحت في الأرضية وترفعيه، مع الدوران المستمر في الفرن كل دقيقتين تديّري الصاج بتاعِك عشان كلّه يبقى لون واحد. حاجة كده بسم الله ما شاء الله. وأول ما بيطلع معاكِ من الفرن معاكِ بخاخة فيها شوية مَيّة، بتبخّيه وهو سخن كده، يفضل طري بقى بسم الله ما شاء الله ولذيذ، وهيبقى ناجح معاكِ اللهم بارك. شوفي بقى الحلاوة والجمال ده، بسم الله ما شاء الله طالع كمية اللهم بارك. هاطلّع بقى كده وارصه معاكم. بصراحة أنا ما عدّيتش هو طلع قد إيه، بس ال2 كيلو طلعوا لي كمية حلوة أوي. طلعوا لي يعني الصاجات اللي هي 30 في 40 دي بقيت أرُص فيها، كل صاج من دول واخد 9 غير التانيين كمان اللي أنا عاملاهم، يعني عامل لي بسم الله ما شاء الله كمية. شايفة اللون الحلو ده، طبعًا ده من السُكّر. شايفة لون الأرضية مفرّغ إزاي، الأرضية مفرّغة تحسّي إن الخميرة متفاعلة وهش وخفيف ولذيذ. طَب آكل بده إيه بقى؟ تقدري بقى تاكلي بيه تعملوا شاي بحليب، تقدروا تاكلوا بيه كده. نسيت أقول لكم إن أنا خدت صاجين اللي في الآخر حطيت عليهم طماطم وفلفل ورشة من الزعتر والتوم والزيت ودهنت الوش كده، طلعوا بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، يعني شكل تاني. وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب. يا رب الوصفة النهارده تكون عجبتكم واعملوه بنفس الطريقة هيطلع معاكِ زي الفل. طب أنا عايزة أعمل كمية زي دي يا نجلاء وأخزّنه عندي في الفريزر. 2 كيلو ب40 جنيه يا جماعة، ما تكلّفش عندي حاجة، والبيضة من البيت والسكر والخميرة في قلب البيت. هنعمله وساعة ما يطلع من الفرن ويهدى شوية تعبّيه عندِك في أكياس بقى، كل كيس ياخد مثلًا 2، 3 وتبدئي إن أنتِ تعبّيه معاكِ. دمتم بخير وعلى خير في حفظ الله وأمان.